دول شوية حاجات كده ما تعملهمش لو انت داخل كلية طبية او اي كلية علشان ما تبانش عبيط. فما تضحكش عليك الناس من اولها كده وركز معايا كويس جدا. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. معاكم اخوكم عمر صبري، طالب في كلية الطب فرقة التالتة. ركزوا معايا كويس جدا في الكام حاجة جايين دول علشان مش عاوزين نضحك علينا الناس من اول يوم كده. اول حاجة من الحاجات دي، اوعى تكتب جنب اسمك دي ار او الدكتور او الدكتورة او اي حاجة من هذا القبيل في اي اكونت ليك، فيس بقى، انستا او اي حاجة من اكونتات السوشيال ميديا، لانها بتكون حركة عبيطة او الصراحة. يعني انت لسه اول سنة ليك في الكلية، طب استنى حتى لما تخلص اول سنة. تاني حاجة وهي انك تروح اول يوم ليك في الكلية بلبس شكله حلو، او لبس مثلا كلاسيك، او رايح الكليه بليزر مثلا. اوعى 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 تعمل كده، هتاكل ضحك وتريقه وهتبقى حرفيا ترند الجامعه. انت مش خلف الدهشور يعني يا اخوي. البس لبس عادي جدا اكنك رايح درس او خارج مع صحابك، ولا كأن في اي حاجه خالص. انت اصلا تاني سنه هتكون عاوز تروح بالبيجامه والكروكس، فاصبر شويه. تالت حاجة، ما تاخدش معاك البلطو أو السماعة أو أي أدوات من أدوات الكلية معاك أول يوم بقى، أو أول أسبوع أو أول أسبوعين. حتى أنت لما يكون عندك سيكشن في الكلية أو حاجة عاوزين فيها البلطو أو أي أدوات، هيعرفوك قبليها بيوم أو يومين بحيث تجهز الحاجات دي، وتاني يوم أو في اليوم اللي هيكون عندك فيه سيكشن تجيبها معاك. ويمكن أصلا طول السنة ما تاخدهمش معاك غير مرة أو مرتين. انا افتكر في سنة اولى كاملة ما خدتش البلطو غير سكشنين اتنين. فما تفكرش انك كل يوم هتاخد معاك البلطو او هتاخد معاك الادوات او الحاجات دي. وشوية لما تاخد على الكلية، لما يكون عندك سكشن هتاخد البلطو من صاحبك اللي كان عنده سكشن قبلك وتسلك يومك، ويومك هيمشي عادي جدا. رابع حاجة وهي إنك تاخد كورس إنجليزي علشان تظبط مصطلحاتك الطبية. الإنجليزي حاجة والمصطلحات الطبية حاجة تانية خالص، لأن المصطلحات الطبية لاتيني أصلا ملهاش علاقة بالإنجليزي إلا بعض المصطلحات البسيطة جدا. يعني مثلا عندك في الإنجليزي القلب يعني هارت، في الكلية هتلاقي عندك حاجة اسمها كارديو، فدي ملهاش علاقة بدي خالص. فلو هتاخد كورس الانجليزي علشان تحسن لغتك وتظبط مستواك في الانجليزي فقشطة، واكيد مش هقولك ما تاخدش. خامس حاجة وهي ان لما حد يقولك ان الامتياز في الكلية من 85%، فانت بكل سذاجة هتضحك وتقوله ده مين العبيط اللي ما يجيبش 85% وما يجيبش امتياز كل سنة؟ ده انا جايب 95 في ثانوي. علشان في اخر السنة هتعرف مين العبيط. سادس حاجة وهي انك تحضر كل المحاضرات وكل السكاشن، كل العملي وكل النظري، المحاضرات اللي عليها غياب واللي معلهاش، لانك هتلاقي نفسك اخر اليوم مروح ومش شايف اي حاجة خالص، وهتنام لتاني يوم ومش هتذاكر اي حاجة. احضر بس المحاضرات اللي بتفهم منها، وللدكاترة اللي شرحها حلو، والسكاشن علشان تشوف العمل كويس. وبالنسبة للنظري فاليوتيوب هنا مليان دكاترة وكورسات لناس شرحها أحسن بكتير من دكاترة عندك، وإن شاء الله هنعمل فيديو بخصوص الموضوع ده، فتأكد إنك عملت سبسكرايب. فما تضيعش وقتك على الفاضي، وروح وخلي حد يسجل لك ريكورد المحاضرة دي، أو ادخل على اليوتيوب هنا ودور على أي حد شارح الموضوع ده. او انت لو طالب طب فادخل جروب التليجرام اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، اللي هنزل لك فيه ملخصات وريكوردات لدكاترة كتير هتساعدك في المواد الطبية، وكمان نصايح وحل لمشاكل كتير واجهتني خلال السنتين اللي فاتوا. سابع حاجة وهي انك تنزل المستشفى من سنة اولى، لانك ببساطة مش هتفهم اي حاجة، محدش هيكون فاضي يفهمك او يعلمك او يعرفك اي حاجة، الا لو انت بقى هتنزل مع حد قريبك او اي حد معرفة هيفهمك ويعرفك. وبرضه مش هتعرف ومش هتفهم كل حاجة لانك ما درستش ده في الكلية وما عندكش خلفية عن المواضيع دي. فاستنى شوية لما تدرس كم كويس من المعلومات، وبقى انزل اتعلم وما تجربش في حد. وان شاء الله برضه هنعمل فيديو على الموضوع ده، تنزل المستشفى تعمل ايه بالظبط، وازاي تتعلم، وازاي تتعامل مع الدكاترة والمرضى. فبرضه بتأكد انك عملت سبسكرايب. تامن حاجة وهي انك ما تحاولش تتعرف على كل واحد تقابله في الكلية
خصوصا في بداية السنة، لأن هيبان شكلك عبيط وملزق قوي. اتعرف على ناس واعمل علاقات وقوي علاقاتك مع زمايلك، بس مع نفس جنسك بس، الولاد مع الولاد والبنات مع البنات، ما تفتحهاش على البحري. بس استنى لما الناس تبدأ تاخد على بعض ويعدي عليكم وقت مع بعض في الكلية، أو استنى لما يحصل موقف أو يجمعكم مثلا حاجة تخص الكلية، فده هيفتح مجال للكلام فتبدأوا تتعرفوا على بعض وتكون صداقات ومعارف. ما يكونش مثلا حد واقف أو مجموعة صحاب أو شلة فتروح أنت عاوز تتعرف عليهم، أعتقد شكلها بيكون بايخ جدا، فما تعملش كده. تاسع حاجة وهي إنك تحاول تعرف كل حاجة أو تحاول تسأل عن كل حاجة. كل حاجة هتعرفها مع الوقت، فما تستعجلش وابدأ السنة بالراحة وبهدوء. عاشر حاجة وهي إنك تكون لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو ده وما بعتهوش لصاحبك، وتكون لحد دلوقتي لسه ما اشتركتش في القناة. ولو انت طالب في طب تكون لسه ما دخلتش جروب التليجرام اللي اللينك بتاعه زي ما قلت لك في الديسكريبشن، علشان انت كده للأسف هيفوتك عظمة كتير جاية. طبعا بهزر معاك، بس ما تنساش اكيد تعمل لايك الفيديو ده وتشيره لاصحابك عشان يستفادوا برضو وما يقعوش في الغلطات دي، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية. لو انت طالب طب تدخل جروب التليجرام علشان تستفاد من الحاجات اللي هتنزل عليه. بس كده يا شباب، استنى الفيديوهات الجاية، سلام.